السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان في الدنيا، وحشتوني 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 قد الدنيا دي كلها. معلش أنا مقصرة الأيام دي في الفيديوهات، بس والله العظيم غصب عني. المهم هندخل كده في الفيديو بتاعنا كده على طول عشان نتكلم على الفيديو شوية. بس الأول أنا والله العظيم باعزّي متابعة عزيزة على قلبي، متابعة من وقت ما أنا بدأت القناة وهي معايا، من أول الناس اللي بالاقي اللايكات والكومنتات بتاعتها اللي بتبسطني وبتفرّحني في وفاة حماتها. بجد والله العظيم العين مش بتدمع ومش بتزعل غير على البني آدم الكويس، يعني نادر لمّا تلاقي حد دلوقتي يقول ادعوا لحماتي أو ربنا يشفيها أو ربنا يرحمها أو الكلام ده كلّه، هي لولا ما الست طيبة وحنيّنة، لولا ما هي كانت في كل وقت كانت بتبعت وتقول ادعوا لحماتي ربنا يشفيها يا رب. فالمهم ربنا توفاها وربنا يرحمها كده برحمته يا رب، هي وأمي وأبويا وكل أموات المسلمين أجمعين يا رب. حبيبتي ربنا يقويكم يا رب ويخرجكم من المحنة دي على خير. الفيديو بتاع النهارده يا بنات ده عايزة أقول لكم الفيديو ده جِه بخناق كتير جدًا. الفيديو ده كان مطلوب منّي من بنتي طبعًا شهد هانم أو الأنسة شهد، كانت عايزة تاكل ممبار بقى لها فترة عمّالة تزن عليَّ، أنا عايزة آكل ممبار وورق عنب، عايزة آكل ممبار وورق عنب. المهم قُمت بقى في اليوم ده كده أيست، أخدت مريم في إيدي كده وقُلت لها تعالي يا مريم نروح نجيب حبّة خضار كده اللي أنتم شايفينهم دول، ما جبتش أكتر من كده، يعني لسه خضار التلاجة أنا لسه ما جبتوش. طيب المهم جبت الممبار اللي أنتم شُفتوه ده جبته كده من عند الجزار جاهز ومتنضّف وكل حاجة، أنا مش عارفة بقى إذا كان صيني أو بلدي مش هاضحك عليكم، أنا مش عارفة. جِبته بكام؟ جِبته ب90 جنيه، ده كان كيلو تمام. طيب وجِبت طبعًا طماطم وجِبت بصل وجِبت فلفل حامي كده عشان برضه إيه، يعني لو حبّيت أحُط في البصل بتاع المحشي وكده. وجِبت رُز وجِبت ماجي وكان معايا 5 جنيه، فايضة طبعًا من حاجة الرُز والماجي وكده، رُحت جايبة بيها توابل اللي هي بتاعة المحشي، قُلت أجرّبها كده وأشوفها تمام. جِبت برضه ملوخية وجِبت خضرة. طيب خلّصت كده الحاجة اللي أنا جِبتها وفرّجتكم عليها وشُفت الحاجة اللي أنا جِبتها ودخلت كده على المطبخ. غسلت الممبار بتاعي كده وقطّعته ونقعته كده في حبّة ملح، يعني حوالي معلقتين ملح كبار وليمونة وسِبته كده يا بنات شوية، يعني هاسيبه بُصّوا، هاسيبه وقت كده شوية يعني. تمام، تمام. طبعًا ده يا بنات ورق العنب اللي أنا كنت مفرّزاه قبل عن كده وقُلت لكم عليه، بُصّوا هاوريه لكم دلوقتي، ولا اتهرى ولا اتكسّر ولا اتقطّع ولا أي حاجة فيه. دول لفتين زي أنا ما كنت لافّاهم لفتين، سلقت واحدة كده والتانية برضه لسه، قُلت بدل ما أطلّع حلة وكده، لأ هم كلّهم يعني مش كتار، يعني لفتين صغيّرين. أقل يعني حوالي كده أقل من نُص كيلو ولا حاجة. ده نُص كيلو قبل التنضيف مش بعد التنضيف، لإن ورق العنب بعد ما بيتنضف وبتشال حاجات منه وكده بيبان يعني بيقل في الوزن بتاعه. تمام، بُصّوا يا بنات، أدي الورقة بتاعته أهي زي ما هي ولونها زي ما هو، لا اتكسرت ولا اتقطعت ولا أي حاجة. ودي كانت اللفة اللي فاضلة برضه هي التانية، هافكها من الstretch wrap وهانزّلها برضه في المَيّة بتاعته طبعًا مدّينها عصرة ليمونة، وهنخرّج الكمية اللي فاضلة من ورق العنب وهنروح نغسلهم كده غسلة كويسة طبعًا تحت الحنفية، لإن إحنا مفرّزينه كده زي ما أنتم شُفتوا معايا في الفيديو اللي كان. تمام، تمام. طيب غسلنا الفراخ بتاعتنا غسلة كويسة وبدأنا بيها هي أول حاجة علشان نسلقها. حطيت في الحلة طبعًا بتاعتي معلقة توم كبيرة وقوطاية وملح وفلفل، وحطيت مكعبين من الماجي، وحطيت معلقة كبيرة من الخل. شُفتوا الخل لمّا أنا نزلت بيه في الحلة عمل إزاي؟ بس وهانزل أنا الصراحة باحب أحط الخل ما بيدّيش أي ريحة زفارة وأنتم بتسلقي الحاجة يعني الصراحة، وتحسّوا إن هو يعني بيسرّع في عملية السِوَى شوية. هي الفراخ البيضا مش محتاجة، بس أنا حبيت إن أنا أحطه الصراحة كده. طيب حطينا الفراخ وسِبناها تستوي، وجينا هنا علشان نعمل التسبيكة بتاعة المحشي بتاعنا. خدت كده حوالي 4 بصلات كبار قطّعتهم على إيديّا، ونزلت كده فيهم بمعلقتين 3 من الزيت، وسِبتهم على النار كده إيه، يتشوّحوا. وهاجيب كده قرن فلفل من الفلفل الحامي اللي أنا كنت جايباه وهاقطّعه فوق البصلة بتاعتنا، وهاقلّبهم كده إيه، تقليبتين لحد بس كده إيه، ما يدبلوا وهانزل عليهم بالصلصة. طيب هنا حطيت بقى إيه توابل ليهم، حطيت يا دوبك الملح
والفلفل الاسود، انا ما بحطش اكتر من كده في الفتره دي. طيب جيت هنا حبيت ان انا اجرب التوابل اللي انا جايباها بتاعه المحشي. حطيت معلقه كبيره كده هرميه من توابل المحشي اللي انا جبتها، وحطيت حوالي معلقه صغيره بابريكا او نص معلقه صغيره بابريكا. تمام تمام. هنزل كده بالصلصه بتاعتي بعد ما البصله بتاعتي خلاص دبلت، وخلاص كده جه الوقت ان انا اضيف الطماطم ليها. طماطم بقى انا ما بحطلهاش اكتر من ملح فلفل اسود سكر، ملح فلفل اسود سكر بس. هنا انا كنت ضايفه الفلفل الاسود من قبل ما احط الصلصه، فانا حطيت سكر وحطيت ملح بس. تمام تمام. اتسبكت بقى الصلصه بتاعتنا، وبصوا يا بنات هتلاقوا الزيت طلع اهو على الوش. هنزل بالرز بتاعي. ده الرز انا كنت غسلاه وسايباه جنبيه. عايزه اقول لكم ان الموتور عندي بايظ وطلع عيني، فما بصدق ما بصدق ان يكون في ميه ولا حاجه عشان الحق اشتغل او اغسل الحاجه واركنها واجهزها جنبي. بس نزلت بالرز ونزلت بالخضرة في الصلصة، وهسيبهم بس كده على النار بس تتشمع، بس الرز يتشمع في الصلصة شوية. هديه كمان تقليبة تاني قبل ما اشيل كده ايه الصلصة بتاعتي او الرز بتاعي من على النار، عشان ابدأ اشوف هعمل ايه تاني. شلت كده الرز وبدأت ان انا ايه الف بقى المحشي بتاعي، واشوف الحاجة اللي فاضلة ورايا، علشان عايزة اخلص حاجة حاجة، عشان طبعا الاكل ده عايزينه على الغدا. واحنا دلوقتي بقينا في مدارس واحنا بقينا في مدارس، وتحسوا يعني تحسوا ان النهار دلوقتي ابتدى يقصر غير الاول. يعني الاول تحسوا ان النهار كان بقى طويل والليل بقى قصير. دلوقتي تحسوا ان الليل طول، يعني تحسوا ان الليل طول والنهار ابتدى يقصر شوية. بس قعدت بقى خدتهم كده، قعدت على حيلي بقى وفرشت بقى في الارض كده وقعدت. ما انا الحافظه هنا الصراحه شلناها كنا بنغسلها وكده، فقلت فرصه بقى، ما فيش حاجه موجوده على الارض تتدهمل ولا تتبهدل ولا كده من المحشي، وانا قاعده بقى ومرتاحه والحمد لله يعني. مش عارفه، مش فاكره كانوا يوسف ومريم جم من المدرسه ولا لا، والله ما انا فاكره. مش فاكره كانوا موجودين قاعدين جنبي يبهدلوا في حاجه ولا لا، مش قادره افتكر الصراحه. فريحت بقى كده دماغي. لا، متهيألي كده ما كانوش موجودين على ما اعتقد، يعني ان هم ما كانوش موجودين. فقعدت كده اشتغلت كده مع نفسي وحدي كده، وبدأت ان انا ابص ورق العنب اهو زي ما انتم شايفينه، ولا واحدة فيه متكسرة ولا واحدة فيه متبهدلة ولا اي حاجة، اهو زي ما هو. طول ما احنا بنحطه من غير ولا نقطة مية ولا أي حاجة، فهتحطيه هتلاقيه هو. بس كل القصة اللي هتتعبك فيه بس ان هو يتنعكش منك شوية وانت بتسلق فيه، ادي كل الموضوع. بس طول ما هو ادي كل القصة، بس ان هو هيتنعكش منك شوية، فانت ايه هتفضلي كده ايه تحاولي تخرجي على قد ما تقدري الورق، يعني ايه وتظبطيه. لو عندك وقت، ما عندكش وقت اعملي زي كده الورقة اللي تمسكيها افتحي بقى ولفي على طول اهو. بصوا الورقة زي ما هي اهي. طيب ده بالنسبة لورق العنب. هخلص برضو ورق العنب علشان اعمل بقى ايه، اعمل الممبار. هنا بقى شهد كانت جت من كانت جت من الجيم وكده، فقالت لي ايه ده يا ماما انت عملتي ممبار؟ انا فكرة انك انت عملتي ورق عنب بس. كانت جايه بقى لقيتني انا ايه لسه بلف في ورق العنب وكده. قالت طب مش تقولي لي غيري هدومك واغسلي ايديكي وادخلي عشان تجيبي الممبار ومش عارفه ايه. قلت لها ما انا فعلا انا كنت فاكره ان هي شافته يعني على الرخامه وكده وهو مسنود، فهي ما شافتوش الا لما دخلت. مش فاكره هتجيب، مش فاكره دخلت تجيب جوافه ولا دخلت تجيب ايه من التلاجة، فشافته على الرخامه وكده. فالصراحه يعني ربنا يديها الصحه وكده، لما بكون بعمل في محشي ولا حاجه هي اللي بتدخل وبتساعدني وبتجهز معايا. هي بتنفع البنات على فكره، والله يا بنات والله العظيم اللي بيزعلوا على خلفه البنات بتنفع، مش ما بتنفع، بتنفع كتير. بس فالحمد لله يعني فضلت انا وهي ايه، هي قعدت اشتغلت من جنب وانا من جنب لحد الحمد لله رب العالمين ما خلصنا الكميه اللي كانت موجوده قدامي وكده. الممبار يا بنات انا الصراحه ما بعرفش احشيه على ايدي، يعني ما كانش رقبه ازازه زي كده. وبصوا انا ببططه وما بحبش احط فيه كتير، لاني مهما عملنا لازم يطلع رز منه في الحله وكده، فانا ما بحبش احط رز كتير في الممبار، وببططه على قد ما بقدر. بس حشينا كده كل الكميه وخلصنا، ودخلت على الميه جوه بقى. كنت قايله ليارا تحط لي
لي ميه وكده عشان لما اخلص الاقي الميه بتاعت السلق بتاعتي موجوده وجاهزه. طيب ضفت للميه معلقه ملح كبيره، حطيت قطايه وبصلايه ونص معلقه صغيره فلفل اسود، وخدت بقى بدأت بقى ان انا اخد كده في الممبار بتاعي وانزل بيه كده ايه، في الميه واحده واحده كده. احلى حاجه بقى في الممبار انك انت بتضيفيه كده في الميه، تحسي ان حاجه كده تروح مقفوله كده، تحسي براحه كده نفسيه لما تيجي تبصي كده فيه وتلاقيه قفل كده على بعضيه، والواحده بقى لها شكل كده اهو. بس هسيبه بقى كده على النار براحته بقى، وهاجي هنا الورق العنب هضيف بس الشوربة بتاعتي كده واحدة واحدة كده للورق العنب، وهحطه على الناحية التانية كده. هحس ان هو محتاج حبة كمان، هضيف له حبة صغيرين من الشوربة برضو. بس كده، وهغطي عليه وهسيبه برضو علشان يستوي. احنا كده خلصنا ورق العنب وخلصنا الممبار سايبينه يتسلق. تعالوا بقى نعمل ايه، نعمل حوالي كده طبق ولا اتنين ملوخية. هم يعني الورقة اللي انا كنت جايباها او الملوخية اللي انا كنت جايباها ما كانتش الورقة بتاعتها كتير، فما خرجتش الصراحة يعني كمية ملوخية كتير وكده، فقلت معلش مش مشكلة. كانت حزمة الملوخية هنا يا بنات انا كنت جايباها ب3 جنيه، فانا قلت للراجل لا انا هاخد الاتنين ب5، فقال لي الصراحة خديهم فجبتهم. يعني سعر الملوخية الأيام دي إلى نوعا ما الحمد لله حلو كويس. فأنا من الناس اللي بحب إن أنا أطش للملوخية الصراحة الأول، ما بحبش إن أنا أعمل الطشة في مكان والملوخية في مكان، لا بحب إن أنا أبدأ بيها كده وأحط الشوربة على الطشة، وبعد كده أحط لها حوالي ربع معلقة أو نص معلقة صغيرة توم كده يغلي مع الشوربة، بيديها ريحة حلوة، يعني بيديها ريحة وطعم حلو الصراحة. الصراحة دي الطريقة اللي كانت أمي ربنا يرحمها يا رب كانت بتعملها من زمان، بس كنت بشوفها تعملها كده، ولو كانت تعملها في طاسة تطشلها ولا كده كانت بتبقى يعني مش كتير، بس كان الأغلبية كده تبقى في الحل. بصوا قوامها ولونها اهو يا بنات. قللي الشوربة افضل من انك انت تكتري الشوربه، احتاجت تضيفي لها، ما احتاجتش خلاص. وهتديها غلوه واحده بس عشان بس ريحه التومه اللي احنا حطيناها تطلع فيها مش اكتر، ما تغليش اكتر من كده علشان العرق بتاعها ما يتقطعش. تمام تمام. كمان الغطا بتاعها ما تغطيش جامد، لان انت لما بتقفلي على الملوخيه جامد بتسقط منك، فخليه متوارب شويه. جيت هنا اشوف المحشي الممبار بتاعي، حسيته انه لسه محتاج شويه، فانا هسيبه كده 5 دقايق على بال ما ابص كده ايه على ورق العنب واشوف اخباره ايه هنا. هجيب شوكه كده وهاخد واحدة. بصوا سخن سخن انا هجربه، هاكل منها لازم ادوقها حتى لو مولعة هدوقها وهجربها. بقول لهم هلت الشتاء بقى ورواح الشتاء بتاعت المحشي، انتوا هتشتغلوا لي من دلوقتي وتقولوا لي عايزين محشي محشي؟ بس انتوا مش بهتوش مش كفاية الصيف؟ قلت يلا مش مشكلة اعمل لهم بقى، بدل ما هيجوا ايه بالخصوص شهد بقى هي اللي قايلة على الموضوع ده تيجي تتخانق معايا عليه. هنا كان خلاص كده الممبار يا بنات استوى، فانا بدأت ان انا كده ايه اخرجه واحدة واحدة. حبيت بقى ان انا اعمل فلحوصة بقى واخرجه بالمصفاية دي، بس هتطلع كل الرز معايا وانا مش عايزة الا الممبار بس. فقلت خلاص لان انا عندي الصفايتين والصفايتين الحمد لله مخلوعين، فقلت اخرجه كده ايه بالمعلقة واحدة واحدة كده لحد ما خرجت كده الكمية كلها. ودي الطاسة اللي أنا بحبها وبعشقها وعزيزة وغالية على قلبي، اللي مهما غيرت في المقلات أو في الطاسة أو بحب إن أنا الصراحة أحمر فيها كل حاجة، بطاطس بتنجان فلفل ممبار أي حاجة بحبها. أكيد كل واحدة منكم عندها واحدة زي دي مهما عملتوا ما بتقدرش تستغنى عنها. بس كده هيحمر كده الممبار برضو هقلبه على الناحية التانية. قولوا لي بقى وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو ولا لا؟ اللي يوصل معايا لحد هنا، هو الفيديو خلاص كده يعتبر قرب يخلص. اللي يوصل معايا في الفيديو لحد هنا ما ينساش اللايك يا بنات يحط. عايزه كومنت كده حلو قوي يبسطني كده ويفرحني ويحسسني ان كومنتوا معايا زي ما انا معاكم. عاملين ايه بقى في المدارس؟ اخباركم ايه في المدارس؟ عاملين ايه؟ انا عايزه اقول لكم ان احنا طالع عينينا، لان انا عندي يوسف ومريم، عايزه اقول لكم ان مدرستهم من الساعه 6:30 الصبح، فتخيلوا بقى الصحيان بدري كده صعبة صعبة قوي والله العظيم حتى على الأطفال. يعني أنا بقول يا لهوي، طب العيال أو الأطفال دي كلها اللي بتخرج الصبح بدري دي
الشتا لسه هتدخل ودخول البرد الأساسي لسه هيجي. يعني أنا مش عارفة العيال الصغيرة دي وهي خارجة، أو حتى لو كبار شوية في فترة إعدادي ولا في ثانوي، والله بتبقى صعبة فترة خروج الصبح دي، بتبقى ربنا يعينهم الصراحة. أنا عن نفسي لسه لحد دلوقتي ما خرجتش ولا رُحت. أنا الصراحة أخواتهم اللي بيروحوا يودّوهم الصبح وكده. والحمد لله يعني إحنا رُحنا أول يوم في المدرسة، مريم خدت دور محترم، بس كان معاها الدور بقى لها يومين، فخدت كده يعتبر أول أسبوع ما راحتش في المدرسة. هو يعتبر الأسبوع ده اللي إحنا كده إيه انتظمنا يعني. بس، فالحمد لله يعني. ربنا يعيننا ويعينكم يا رب على اللي الواحد فيه ده والله. خرّجت كده يعني أول طاسة كده من الممبار وكده، ودي الطاسة التانية. لإن هُم هنا بُصّوا، أنا عايزة أقول لكم إنهم هُم هنا كانوا خلاص فقدوا صبرهم. كان فاضل إن هُم ياخدوا الحِلَل من على البوتاجاز ويجروا بيها. كُلّه جاي عايز ياكل، كُلّه جاي جعان طبعًا من المدرسة وكده. فما حدش صابر عليّا إن أنا أخلّص. أنا عايزة أقول لكم وحياة ربنا أنا بقيت أجري من هنا لهنا، يعني إيد هنا وإيد هنا، علشان أخلّص وأحُط لهم الغدا. بُصّوا هياكلوني أنا مكانه خلاص. ما حدش صابر عليّا. يقولوا لي: "أنتِ تفطّرينا المغرب." إحنا لو صُمنا لو صُمنا كان أحسن لنا. قُلت لهم: "الله أنتم مش فطرانين في المدرسة." المهم بُصّوا يا بنات، أدي كانت الغدا بتاعنا كان في اليوم ده، وأدي الممبار بتاعي شايفين لونه شكله عامل إزاي، وأدي الملوخية لونها أخضر وجميل. ملوخية يعني مخرطة، والله مهما عملوا افتكاسات مخرطة يعني مخرطة. شُفتوا ورق العنب؟ تعالوا والله العظيم اتفضّل. هو الأكل ده اللي يخش في القلب يبقى الشهد معاه حق والّا لأ؟ وأدي الفراخ اللي إحنا حمّرناها. وده كان فيديو النهارده. يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا زرار الجرس على كلمة الكل، علشان كل ما انزل فيديو ينزل لكم بإشعار. عايزة لايكات حلوة وكومنتات حلوة واشتراكات أحلى وأحلى. يلا استودعكم في رعاية الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.